هلو، النهاردة هنبتدي مجموعة حلقات جديدة للصيف. هنعمل مع بعض كذا فكرة نقدر نعملها مع ولادنا في البيت، نقضي بيهم وقت حلو مع ولادنا، وفي نفس الوقت أولادنا هيشوفوا نتيجة سريعة يفرحوا بيها. كتير من الآباء ملهمش في الفنون ومش بيقدروا يوصلوا ده لأولادهم قوي، وبالتالي بنلجأ لكورسات الأكتيفيتي، وده بيكلف كتير جدا. بس هنا في جليتر داي هنعرف مع بعض نعمل ايه وليه، وهيضيف ايه لولادنا، وأهم حاجة ازاي. وأول حاجة هنبتدي بيها إننا نعمل باليت كاملة بالألوان الأساسية. ويلا بينا نبتدي. أول حاجة لازم نعرفها أفكار العلب عشان نحتفظ بالألوان جواها وتفضل معانا فترة أطول، ودي منها أشكال كتير جدا. زي دي علب صغيرة بتتفتح وتتقفل بسهولة، ممكن نستبدلها بالبرطمانات الصغيرة. واللي أنا هستخدمها النهاردة العلبة دي، ليها أماكن كتير أقدر أستخدمهم، وفي نفس الوقت ليها غطا سيليكون. دلوقتي تعالوا نعرف الألوان اللي هنحتاجها. هنحتاج ألوان أكليريك. الألوان الأساسية هي إيه؟ الأحمر والأزرق والأصفر، دول اللي بيطلع منهم كل الألوان. بس فعلا لو حابين تهتموا بلون، اهتموا باللون الأبيض. لازم نجيبه حجمه كبير، لأن ده اللي هيساعدنا احنا نقدر نجيب الألوان الفاتحة اللي كل أولادنا بيحبوها. وطبعا اللون الأسود، بس الصراحة مش هنشتغل بيه كتير المرة دي. الأبيض والأسود من الألوان المحايدة اللي نقدر نفتح أو نغمق بيها أي لون. هنبتدي نحط الألوان الأساسية في الأول، الأحمر والأزرق والأصفر. بعدها هجيب الدرجات الفاتحة من الألوان الأساسية في الأول، علشان كده هضيف الأبيض. في نقطة مهمة هنا عاوزة أتكلم معاكم عليها. احنا بنعمل الدرجات مع أولادنا، مهم جدا نشارك أولادنا حتى لو كانوا صغيرين جدا. لو كانوا صغيرين ممكن يعملوا ميكس ما بين الألوان وهم اللي يطلعوا اللون. لو كانوا أكبر ممكن نسألهم ايه هي الألوان اللي بيحبوها وازاي ممكن نطلعها من الألوان الأساسية. نبتدي ندمج معاهم الألوان ونشوف هتطلع فعلا ولا لأ، ولو ما طلعتش نبتدي نقترح عليهم ألوان تانية ممكن تطلع اللون اللي هم بيحبوه. بنقعد نجرب معاهم وما نزهقش. فكرة هنا ان احنا نشاركهم ونديهم وقت ونحسسهم ان الوقت ده بتاعهم هم وبس. صدقوني هتستمتعوا جدا مع اولادكم لو عملتوا الباليت دي مع بعض. ممكن كمان ما تكتفوش بكده، ممكن تجيبوا لوحة جنبكم مع كل لون بتطلعوه، تدهنوا جزء من اللوحة دي باللون ده، وهتطلع روعة في الاخر. هنا انا زودت مع الابيض ازرق حاجة بسيطة خالص، ومعاهم اللون الاصفر كان اكتر من الازرق بكتير، علشان كده اداني اللون الاخضر المايل للاصفرار. ودي نقطة كمان مهم جدا تعرفوا، ان مقدار اللون مهم جدا وهو اللي بيغير درجة اللون. تغيير مقدار اللون في الخليط هقدر اطلع عدد لا نهائي من الالوان. ابني هنا عاوز يساعدني فهسمح له بكده. طبعا هضيف هنا الاصفر والاحمر عشان نعمل لون الاورنج، وهو هيعمل ميكس ما بينهم. فكرة ان الولاد يميزوا الالوان ودرجاتها دي حاجة بتغذي الذاكرة البصرية عندهم وبتقويها. نديلهم الفرصة ان هم يجربوا درجات مختلفة من نفس اللون. اهم حاجة بين كل لون اضيفه لازم امسح السكينة بتاعتي بالوايبس او بالمناديل، بس ارجح لكم الوايبس اكتر، هيسعفكم جدا بدل في اطفال. ودلوقتي هعمل معاكم اللون الاخضر، الاصفر مع الازرق بمقدار متساوي واخلطهم مع بعض. هضيف الابيض دلوقتي عشان ابتدي اخد الدرجات الفاتحة.
وحاولوا تلاحظوا معايا الفرق بين الدرجة دي والدرجة التانية اللي مايلة على الاصفرار. ممكن تكون مش واضحة قوي في الفيديو، بس الدرجتين مختلفتين تماما عن بعض. ودلوقتي عاوزة اعمل الزيتي الغامق. هضيف حاجة بسيطة جدا احمر مع الازرق والاصفر. عاوزة انبهكم ان انا مزودة الاصفر بزيادة في كل الالوان، عشان اللون الاصفر اللي عندي كثافته خفيفة على عكس الاحمر والازرق. علشان ما تقعوش في اللخبطة دي، فافضل لكم تجيبوا الالوان كلها من ماركة واحدة او من نوع واحد، هتبقى متقاربة ومش هتتعبكوا كده. بس وانتوا شغالين لو حسيت اللون مش بيديكوا الدرجة اللي انتوا عاوزينها، على طول اعرفوا ان اللون ده خفيف ولازم تزودوا منه، والعكس طبعا. لو بيديكوا لون قوي وهو المسيطر دايما، يبقى لازم تقللوا منه. ودلوقتي هعمل اللون البنفسجي احمر مع ازرق بنفس المقدار، بس انا عاوزة هنا اللون البنفسجي يكون مايل للاحمرار، عشان كده هزود احمر. لو عاوزاه مايل للازرق فكنت هزود ازرق. طبعا الدرجة اللي تحبوها تقدروا تعملوها، واي درجة انتوا حابين تعملوها دي بقى انتوا اللي لازم تحددوها وانتوا شغالين، نوع الدرجة اللي انتوا محتاجينها ايه. وعلشان ياخد لون فاتح من نفس الدرجة طبعا هزود ابيض. واخر درجة زودت فيها الاحمر عشان عاوزة ازود ميلانه للاحمرار اكتر. عاوزة اعمل هنا درجات البني، وعلشان كده زودت الاحمر مع الاصفر وهخلطهم مع بعض كويس في الاول، وسنة سنة هزود اللون الازرق. وبنفضل نزود واحدة واحدة لغاية اما نوصل للدرجة اللي احنا حابينها. ما ينفعش نحط اللون كله مرة واحدة او كمية كبيرة مع بعض. هعمل في الاول اللون المحمر، شايفين الدرجة دي؟ ودلوقتي هاخد منه وهعمل البني المايل للاصفرار باني ازود اصفر اكتر. مع حاجة بسيطة جدا ازرق، لمحة بسيطة. ملاحظين الفرق؟ دلوقتي هبتدي ادخل الاسود. الحقيقة مش هشتغل بيه كتير، لان هدفي من البالت دي ان انا اعمل كل الالوان المبهجة للاطفال، بس هعمل درجتين رمادي، وده طبعا اسود حاجة بسيطة خالص مع ابيض كتير. واللون التاني نفس الرمادي، بس هزود عليه حاجة بسيطة جدا من الازرق. فاضل هنا لون واحد ما عملتوش، قولولي حابين نعمل الوان ايه تاني مع بعض، هسيبها فاضية وهستنى اقتراحاتكم. واخر حاجة بالوايبس، وهاخد لفة نظافة على حواف العلبة. كده نكون خلصنا اول خطوة والاهم، وهي الالوان اللي هنستخدمها في الفيديوهات الجاية، وكل ده بالالوان الاساسية بس. واشوفكم على خير الفيديو الجاي.